السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. تلقاكم لا فيديو تاعي متهنيين وبصحتكم يا رب العالمين. جيتكم فيديو جديده متنوعه تحفيزيه كما عودتكم، فيها غير الطاقه الايجابيه. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، كملوها حتى الاخير وانتم ماكوش راح تندموا. فيديو فيها وصفه ما شاء الله، تبعوا برك الفيديو راح نحكي لكم القصة كيف. قبل ما نبداو ما نساوش نصلي ونسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ثاني فيديو في السنة الجديدة، نتمنى تنعاد عليكم بالصحة والعافية ويرزقكم ربي كل ما تتمنوا إن شاء الله يا رب العالمين، وعلى الأمة الإسلامية كامل. كما راكم تشوفوا هاد لا فيديو فيها تنظيف، لهنا ما حبيتش نشارككم كيف نسيق وكامل، كنت شاركتكم المرات فاتت باه ما تجيكمش طويله وتملوا منها. هنايا بديت بلا شامبر تاع ولادي، فحفحتهم وسيقتهم ودركا جيت نرتب فيهم. كما راكم تشوفوا حطيت لي طابي، راني نعدل في ريدو كما راكم تشوفوا. ولهنايا جيت راح نشارك معاكم هادو لي دغا تاع ولادي، كاليتي بزاف شابه، كوطون يعني اغسل وفرش يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هذو اللي دغاوس يجيو وحدهم يتباعوا وحدهم. انا لهنايا كنت شريتهم من ميسوني العام اللي فات، وشوفوا بقاو بوجههم اون ديري. هذاك وين شريتهم، لا كاليتي تاعهم بزاف شابه. لهنا كما قلت لكم شريتهم من ميسوني في الجزائر. لهنا اللي ما تعرفش ميسوني جايه في الجزائر العاصمه. لهنا هذو كما قلت لكم هذو كاليتي بزاف شابه ويداينو يعني معاكم. كما شفتوا لهنايا قلت لكم راني درت الميناج الكامل للدار. هاكو تعرفوا من داك لازم كل سمانه نديرو طال الميناج، وفي هذاك لا سيمين غير تجوزين الشاف برك. كما راكم تشوفوا فحفحت الدنيا، يعني غير جوست تفرزي الدنيا وتنظميها وغير تسيقيها ترتاحي. كما راكم تشوفوا لهنايا دخلت الكوزينه وريت لكم الكواليس. ولهنايا هاكم تشوفوا نظمتها ونظفتها. لهنا دوك نولي نفرز هذوك الماء نكون نخبيهم. لهنايا جيت ثاني نسيق الكوزينه. لهنا راني شاده التليفون بيد وحاكمه اسم ما قدرتش نصور مليح. ولهنا كنت تشوفوا بعد التنظيف هذا كان روتين مسائي. هنايا هذوك الماء نتاع الغدا غسلتهم وفرزتهم كما راكم تشوفوا. هنايا الكوزينه نتاعي كما راكم تشوفوا فيها سامبل، ما فيها حتى تغنجيق، ما فيهاش بزاف حوايج. لهنايا راح نشارككم هذا الوصفه اللي كما شفتوا في العنوان سلكتني داده يعطيها الصحه. وصفه تاع مدام داده ربي يحفظها، وصفه هايله اقتصاديه وتوجد بالخف. لهنايا سلكتني في اخر دقيقه القهوه العصر. لهنا ما عنديش واش نحط لولادي. لهنايا سبقت بنفسي، المهم سبق بنفسه. حطيت شربت الحليب ووجدتها لوليداتي. وصفة خفيفة ظريفة توجد في وقفة. لهنايا ما بين ما سخنت الفور، كان الفور تاعي سخن معايا، كانت واجده الحلوى ودخلتها للفرن. هذه بلا ما تستعملي لا خلاط كهربائي، غير بالفوي بركه وانتيا كملتي عليك. لهنايا نبداو باذن الله مباشره في المقادير وطريقه التحضير. لهنا في غيسيبيون ديري 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، الرشه تاع الملح راح تعطينا ذوق بزاف هايل للحلوى تاعنا، ملعقه صغيره معمره فاني، ونص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، 2 مغارف كبار نشا يكونوا مغربلين، والفرينه باه تلمي العجينه نتاعك، والزاز تاع لورانج. لهنا هذا الزاز تاع البرتقال راح يعطينا ذوق بزاف هايل، سورتو اذا راح تكلاسيوها بالشوكولا. لورانج مع الشوكولا راح يعطيكم بزاف جو يهبل. وكيس تاع خميرة حلويات. انا هنا دوك تشوفوا معايا كيفاش راني نحضر. لهنايا بعد ما حطيت نص الكاس تاع السكر راح نخلط كلش بالفوي. انا كيما قلت لكم ما كنتش راح تستعملوا خلاص الباتر، غير بالفوي وخلاص. حرك حتى يبيض الخليط تاعي.
نبدا نضيف الزيت غير بشويه. هنا كما قلت لكم الفرينه على حساب كل وحده والفرينه نتاعها، على حسب النوعيه تاع الفرينه. هنايا بعد ما تلمي العجينه ديرها كويرات. تجيبي البلاط تاعك راح تدخليه الفرن، تكوني دهنتيه بشويه زيت ولا زبده، رشه تاع الفرينه، وتحطي الكويرات تاعك ولا الحبات تاعك تاع الكاطو في فرن مسخن من قبل على درجه 180 درجه ربع ساعه. تطيب لك حوالي 8 دقائق وتكون واجده معاك. لهنا بالنسبه للكلاصاج انا كنت كلاصيتها بالشوكولا بالحليب، لهنا ذوبتها غير في الميكرووند. هنا بالنسبه للميكرووند تقدروا تحطوها 30 دقيقه وتعاودوا تجبدوها تحركوها وتزيدوا لها 30 دقيقه راح تذوب معاكم. بالنسبه اللي ما عندهاش ميكرووند تقدر ديرها في البان ماري نورمال. كيما اذا ما عندكش الشوكولا تقدري تستغني عليها تبدليها بالمعجون ونواه كوكو. انا هنا كنت درتها بالشوكولا ونواه كوكو والمعجون ونواه كوكو. كيما تقدري تحطي عليها غير سكر غلاس ولا الكاكاو كيما حبيتي، التزيين يبقى اختياري. ونبداو بالتدبيره اللي بزاف نفعتني وحبيت نشاركها معاكم. باغ اكزومبل كي درت هذا الكاطو، اذا مثلا درت بزياده نخلي قيس سخنه، نحطها في بورتمونجي تكون محكمه الغلق، نحطها في الكونجيلاتور. مثلا درت صابلي كيف المهم اي نوع حلوى ديريها، غير هذوك لي كريب وكامل ما يصلحوش يتكونجلاو. مي ابارسا كامل هذا لي غاتو ساك هذا تقدري تكونجليهم تلقاهم يعني كل حسنه. يعني مره تكوني عيانه ما كيش قادره تلقايهم، مره يجيك ضيف على غيله وما تلقاش ميم با الوقت كيفاش تدخلي الكوزينه وتحضري تلقايهم. وهذه هي الحلوى تاعنا بعد ما وجدت كلاصيتها. راني نزين فيها بنواه كوكو وشويه نزينو بالمعجون ونواه كوكو ثاني. هذه هي تجي بزاف خفيفه وبنينه، نتمنى تجربوها وتخليو لي تطبيقاتكم. شاهدكم البنات في الجنه ان شاء الله يا ربي. وانتي يا حبيبتي وتكوني تخدمي في شغلك في الكوزينه ولا في الدار كامل اون جينيرال، التزمي الاذكار، التزمي الاستغفار والصلاه والسلام على النبي. صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم، يعني وراح تيسر لك الامور ان شاء الله يا رب العالمين. هنا نتمنى ما تخرجوش من لا فيديو تاعي تكونوا استفدتوا ولو بحاجه قليله. بالنسبه للعشاء كنت درت عشاء خفيف ظريف، وصفه الكرانتيتا اللي حنخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. وصفه بزاف بنينه، يعني اللي اعتمدتها وجربتها تخلي لنا التعليق باش تستفادوا كامل منها. يعني وصفه هايله بالبزاف وتجيك بنينه وماهيش راح تطول معك وراستيس تاعها في الطياب تاعها. تبعوا كامل الخطوات وانتم باذن الله راح تنجحوا فيها. وخليوا لي تعليقاتكم. من هنايا كنت كليتها بالهريسه، كانت بعثتها لي جارتي ربي يحفظها. هذه هي العشاء تاعي تاع نهار اليوم، ما بقات حتى قطره يعني كليناها كامل يعني بصحتنا. شاهدكم بنات في الجنه ان شاء الله، نتمنى تجربوها. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.